السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. أفادت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم طلب إجراء مباراة ودية بين الأوروغواي وأسود الأطلس وديا خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس بفرنسا. وذكرت تقارير صحفية أيضا أن منتخب أوروغواي طلب مواجهة منتخب المغرب وديا في فرنسا أو بلجيكا في شهر مارس القادم ضمن استعدادات الأوروغواي لمسابقة كوبا أمريكا 2024 التي ستقام في يونيو القادم. ووفقا لصحيفة إلبيس فإن رغم عدم توقيع العقد بين الطرفين وقبل معرفة التفاصيل الرسمية، إلا أن المباراة ستلعب في 18 من مارس المقبل أو 26 من نفس الشهر. وأكد رئيس الاتحاد الأوروغواياني أنه لم يتم الاستقرار بعد على شيء، حيث قال في تصريحات عبر إذاعة كارفا ديبورتيفو: في الساعات القليلة المقبلة سيتم تحديد منافسي أوروغواي في التوقف الدولي القادم، فإما أن تكون الصين هي الوجهة أو مباراة ضد المغرب في أوروبا.